ادفع قيمة مشترياتك عن طريق خدمة حاسب من تطبيقات التسوق الإلكتروني أو عن نقاط حاسب المنتشرة في كل مناطق اليمن. حاسب، اختيارك المناسب. في حكاية مثلها مليون قصة، كل واحد مننا مكتوب نصه، يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة، وكلنا عايش سنينه يا جميلة. في حكاية مثلها مليون قصة، كل واحد مننا مكتوب نصه، يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة، كلنا عايش سنينه يا جميلة. عاشقش مغلوب مأساة وطن، ضيع أحلامه وخيب كل ظن، رغم هذا نعشق من غير ثمن، الوطن ما في بديله يا جميلة. عاشقش مغلوب مأساته وطن، ضيع أحلامه وخيب كل ظن، رغم هذا نعشقه من غير ثمن، الوطن ما في بديله يا جميلة. يا جمال الكون في نظرة حبيبي، يا حنينه يا دموعي من يجيبي، من يطفي نار شعلها ضنينها، يا عيونش يا جميلة. يا جمال الكون في نظرة حبيبي، يا حنينه يا دموعي من يجيبي، من يطفي نار شعلها ضنينا، يا عيونش يا جميلة. ما يضمننا مثلا لو تشيد بسرعه، مثلا ما يضمننا ان انت صدق رجال وعند كلمتك وشي زوجه ما بتلعبش من قفانا. انت متهم بالاعتداء على خليل ومحاوله قتله، وسرقته كان جميله. انا الارض انا قررت ابيعها. ايش من مشاكل معاكم؟ مشكلة جميلة والخطوبة هذه بس خلاص يعني، وكل واحد راح لحاله. سلامات ما سرنا. أما أنا غريب محبوس في الحبس، ولا معي ولا ريال ولا معي ولا حتى قرش ولا صرفه. حيا وهو حيا ابو رعان القريه، حيا بالابطال، حيا بالاسود، حيا بالشجعان. انا اشهد لله ان انتم بيضتوا وجهكم. يا حيا ما تشبه باله. اخرجي من بيتي يا وتطرديني يا صفيه، اطردش ونص. حرام يا جميلة، إن فوقي هم الدنيا والآخرة. كيف نفعل بالرهونات التي كانت عندنا في الخزنة حق خلق الله؟ كيف نفعل يمه؟ ما هي رهونات وأمانات عندنا لازم ما نردها. أيوة، وما درانا بقيمتها. إحنا عنقول لكل واحد يدي فاتورة، ونبصر الوزن حق الذهب، ونبصر كم جرامات ونرد زلطهن. تمام. واللي ما بش معه فاتورة؟ اللي ما بش معه فاتورة قد وقل ده الله ما نفعل. أيوة، والله إني مشكلة. لا معانا زلط ولا عاد معانا بضاعة في الدكان، من على سدد حق خلق الله.
شوفي أنا تواصلت مع التجار اللي إحنا متعودين نبز منهم البضاعة، وقالوا ولا يهمش يا جميلة قدرينا بالخبر، تعالي بزيتي بضاعة بالآجل وقصدتي يا الله، لو ما تسددي ديون الناس جيتي سددتي ديوننا. يا سلام، والله إنه خبر حالي. الله يطمن قلبك ساعة ما طمنتيني. الله يدي رزقك يا بنتي. آمين. هذا حق الناس يا ما بش في الصفات. هم والله إنه هم. وكثر الله خيرهم هؤلاء التجار. راس امك راس امك، الكلام هذا صدق ولا بتضحك علي؟ إن لا تحرجنا شعب المغرب الله يحفظك، خلينا حالنا. جمالك جمالك يا ربي جمالك. خليل والجميله بيضحكوا عليكم هذا الضحكه كلها وانتم تصدقوهم؟ ربحكم الله والرزق على الله. لا من البدايه انا ما كنتش موافق على زواجها هذا، بس ابي امي قد ندار يعني عارف، احرجوني وقالوا ما بلا زوجها سمير، انا ما اشتهيش. صح. ايوه. وانا ما كنت اشتيها من اساسه، برضه ابي وامي احرجوني واجبروني ما بالله وتزوجها وما اشتيهاش، ومع ذلك عملوا عناد وجدي واحده احلى واجمل منها بمليون مره. صبرك. وهذا منين عدد كم حدك؟ ما شاء الله. شلونك من القريه؟ ما اشتيش من القريه، اخذ لي واحده من الانترنت. ماذا؟ ما هو؟ ايش؟ من الانترنت. كم يا ناس تزوجوا من الانترنت وودوا بنات حسب ونسب وجمال ومال ومرتاحين، مشوا احسن مني. صح. والله فكره اشجعك عليها، فكره عظيمه اقسم بالله. الله. فكره عظيمه. حتى انا لا ترى معي صاحب انت عارف انه تزوج من الانترنت. صلاك بالله. تزوج من الانترنت ما شاء الله تبارك الله، لبسك الفعل. جميله؟ من جميله؟ يعني حاليا من شي جميله حقنا. كيف حاليا؟ يو بتلك لقيق ما شاء الله. صلاة على النبي، تقول للقمر انزل وهي تطلع بقعته. صلاة على النبي والبنت ما شاء الله للقلب ولا ترجم عودي. كيف اتزوجها؟ كيف؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قول البنت هذا ومعها الجواز اليمني، عفوا الامريكي معاه جواز امريكي ومتجنسه امريكانيه يعني، سمعت؟ امريكان. ايوه. وتعرف عليها عن طريق الانترنت ما شاء الله، شويه ودفع شويه دولارات هذا وتزوجها. صلاة على النبي. سمعت؟ وشلت عندها امريكا. سافر؟ سافر امريكا واشتغل هناك وجلس هناك واشتغل عندهم في المحلات حقهم. يعني ما شاء الله مده هكذا صلاة على النبي، وقدر الرجال مع زبط وافتهن وارتاح ورجع على اليمن وبنى له في اب وبنى له في عدن وبنى له عماير في صنعاء وبنى له فلل وبنى له فعل مسابح وفمع اراضي فساح براح. صلاة على النبي. وهذا كله تخيلنا الانترنت يعني بالسرعه هذا؟ ايوه اكيد بالسرعه. ابن الذين والحظ اللي معه. هذه زواجه ولا بلاش؟ يقول لي جميلة. والله جميلة. الو، انت سامعاني؟ رفعتي راس ابوش. سامحيني انا تاخرت عليش، بس العمل كان كبير وانت ما رحمتيش نفسش انت وصاحبتك، زيتوا بالصور. انا بالنسبه لي عاجب لي الموضوع لانه فايده ورزق جاء يدي. انا بس رسلت نماذج من الصور اللي شفتن، يعني بس اذكرك. قلت لو انت ما تنفذيش الذي اقولش عليه، وازيد اقول لك شفت صور العرس حقك انت وزوجك رجل الاعمال حلوه قوي، وشفت الرسائل التي بينش انت وياه وانتوا تزوجتوا في السر. سكتة على اهل زوجته. فايش رايك؟ عتدي المبلغ الذي اقولش عليه ولا رسلنا عند زوجته الاولى، وعاد احصل على مبلغ كبير اكيد، او رسلنا عند زوجش وانت عارفه ايش ممكن يحصل لك. المهم أنا قد رسلت لك بيان بالمبلغ المطلوب، إن وافقتي عليه رديتي علي، وإن ما وافقتش عليه فأنا أتصرف بطريقتي. مع السلامة.
فيها واي فاي؟ ايوه وصورتك فيها؟ مثل التلفون يعني؟ يعني وش ترى صورتك؟ وين انت ساكن؟ الله يحفظك. الله يحفظك. قريب الشبح. حافظ. يلا يا فراج. ها؟ فراج. الله يبشرك بالجنة. فراج. نعم. الحمد لله والشكر لله. جالك محامي وفرج عنك بكفالة. طلعت مش بسيط يا ولد. ايوه اصلا ما مش علي حاجه اصلا ولا علي اي شيء اصلا قد واضح كل شيء من هم السرق ومن هم المجرمين ومن هم هذول. يا فندم احنا مش معنا افراج. لا انتم عادكم ضيوفنا. وهذا قبل ما فرجونا. يعني انت ويا عجي اخبر بالدوله. قريب. ايوه يا فندم. يلا يا فراج قلنا يا فراج. شمساء والله نحن احنا جو هذا وقت فرجوا على غريب شكرا على المسألة احنا كلنا يمه اعدام. لا 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 يا فندم حزام وشمسان ما لهم ذنب بالذي حصل لي. بس في ليلة الحادث كانوا الاثنين مع بعض وما رقدوش في بيوتهم. على حد علمي انه كان بينكم خلافات. يا فندم صلى الله على رسول الله، ما فيش خلافات، هي مسائل أسرية حصلت وقتها وسدينا وباتفاق الأطراف وانتهى كل شيء. نحن لازم نحقق ونتأكد. يا فندم قدماء نعرفهم حتى المعرفة بأشكالهم وأوصافهم ووجيههم هي ما تناسبش مع أجسام وأشكال حزام وشمسان. كده فرشتوا على المجرم الحقيقي وهؤلاء المساكين. احنا أفرقنا عنه بكفالة لأننا ما لقيناش أي دليل. قلبنا بيته وفتشناه فوق تحت ولا لقينا حاجة. حتى تقرير المعمل الجنائي ما في وش ذكر لأي بصمات. يا سلام يا سلام، شفت ايش قال صاحب الشاب؟ قال حزام وشمسان ما لهمش أي علاقة. أتمنى أنك تفرج عنهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. الله يصيبه في روحه. السارق هذا ملعون جدف، هذا خبيث، هذا خبيث يا بنتي. شوف ها يا عم، شوف على مبلغ طلب مني. ها شوف. هذا مبلغ كبير يا ابني، منين عطيته؟ والله يا عم أنا طالبة يلا أدبر نفسي في اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سهل يا بنتي سهل. سهل معذر من خير، معذر من خير. الرجال هذا أنا قد فعلت عليه خطة طويلة عريضة وإن شاء الله أديه. أنا خليتها تبيع ذهبها ودبرنا هذا المبلغ 700,000. والله ما فيش إلا هي. قوة يا عم قوة، قول له يقبل بهذا المبلغ. هذا إذا وعي إن شاء الله يا بنتي. أنا أحاول ستيجي. أحاول معه. الله يحفظك ويستر عليك. ما فيش معي أمل إلا أنت. استغفر الله. ما تقلقش يا بنتي سهل. أنا شفت الحصلات هذا عندي. أنت ما تقلقيش. شيء أخبيها معي وأخليها معي وإن شاء الله بإذن الله بإذن واحد أحد نحن نوصل له. الرجال هذا يا بنتي خطير. الرجال هذا مجرم خطير وداري بشغله وداري ما بيفعل. لكن ما يقعش حذق مننا ولا يقعد كان مننا. أنا بيني وبينك قد دبرت الخطة وجهزت الخطة تنتهي من سابع السماء. إيش من خطة؟ إيش من خطة؟ شوفي الفترة هذه كلها الذي أنا غبت عليش فيها طبعا ما سكتش. جالس أدور وأبحث عن أي معلومة عن أي حاجة ممكن توصلني له. دخلت مواقع التواصل للأمانة، دخلت مواقع التواصل، دخلت التيك توك، دخلت الفيسبوك، دخلت هذا والحمد لله والشكر لله طلعت معلومات من وإلى ودريت من هو ولقيته وطلعته. أنت لا تقلقيش أبدا، بس عباقي لي حاجة شوية خطوات بس وأوصل له. طيب والحل؟ الإنسان هذا خطير، الإنسان هذا خطير قوي جدا 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 جدا. تدري أنا لما بحثت عليه في الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام لما دريت بالحاجات هذه كلها اكتشفت أن الرجال هذا قد ابتز بنات خيرات، قد لعب بأعراض بنات خيرات، لعب بأعراض الناس، قد شمت قد تنعذر له فوق نفسه. لهذا الآدمي هذا أنا داري متأكد لو ادينا له هزرة هذا ولو ادينا له المبلغ هذا حيطمع، وخاصة إنه داري إنه على ما قلت لي ها الزوج صاحبة التاجر صح؟ أيوه حيطمع وحيطلب أكثر. أنا داري أنا. طيب إيش الحل؟ المفروض نتغدى قبل ما يتعشى بنا. كيف يعني؟ إذا مشيتي بعدي وسمعتي الكلام، مشيتي بعدي خطوة
عندي لا عند رجلنا، عندي ليلة لا عند رجلنا، نفعل بعد الذي في رؤوسنا. حاضر أنا بعدك. تمام، لكن بيني وبينك أنا أشاور لك صورة هذا الحين. سمعتي؟ اشتيت بس تتأكدي منها وتدري كم أنا تعب وكم جلست أبعد وكم جلست. هذا هو. هذا هو. 1,000,000%. هذا هو. أنا اسمي ضحى وعايشة حياتي كلها في أمريكا. You can say إنه أنا أمريكية بس أصلي يمني. يعني معك الجنسية الأمريكية؟ Of course. معايا الجنسية الأمريكية. This is my passport. I came back to Yemen with my dad عشان يعني نزور الأهل والأقارب ونجلس فترة بسيطة في اليمن. بعدين برجع أمريكا. وفين عايشة في أمريكا؟ واشنطن، نيويورك، نورث كارولينا؟ نو كاليفورنيا. طيب ممكن أسألك سؤال يعني ولو تعدى على خصوصياتك؟ أنت متزوجة؟ كيف تشوف؟ ما أنا مش شايف. نو I am single. مش متزوجة. ولا مخطوبة؟ لا. شوف يعني أبي صح إن احنا عايشين في أمريكا وثقافتهم غير ثقافتنا، ولكن إنه أبي يفضل إن البنت تتزوج واحد من أبناء بلدها، ويعني عشان أنا عايشة هناك ما قد جاش نصيب لحد الآن. ما بالله أنا جيت بدي الزلط حقكم وقلت يعني أشتري الرهن حقي دي عندكم. هذه الزلط كاملة يعني وأنت ممكن تعديها كامل وتشوفوا لي الرهن حقي. والله مش أنا داري إيش أقول لك. الرهونات والزلط كلها هنا اتسرقين من الخزنة. إيش بتقولي يا جميلة؟ يا ابني صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرهن حقكم وحق غيركم سرقوهن كلهم السرق، ما نفعل أمرهم وحسبهم إلى الله. كيف ما تفعلي يا أمي جميلة؟ يعني أنا سبت حقي الرهن هانا، أنا اللي أعرفه إنه أنا عندي زلط لكم، عددي زلطكم إلى آخر ريال وأنتم تدوا رهني. إحنا ما أنكرناش، إحنا بس نشتي منكم تصبروا علينا كم يوم إن شاء الله لو ما ربنا يفتحها ونرد زلطكم وحقكم. يا جميلة هذا ذهب. الآن أنا لما أصبر على ذهب أنت كيف بتقدر الذهب هذا فيما بعد؟ أنتوا بصروا كيف تساعدونا. شوفوا لو بفاتورة هنا ولا هنا وديتوها وإحنا إن شاء الله عن طيب خاطركم. سألتش بالله يا جميلة في حد يحط ذهب داخل دكان؟ خلاص يا بني قد بتبصر الخزنة ساعة من هي ومأمنة، وزيد فعلنا كاميرا خارج وكسروا هنا السرق، ما نزيد نفعل، قدر الله ما شاء فعل. أنا والله يعني أنا نفسي إني أتساعد معاكم بس أنتوا يعني شوفوا إيش بتسووا، يعني أقل شيء هذا ذهب والذهب أنا أخذته أنتوا بصروا لو بفاتورة هنا ولا هنا اديتوها وإن شاء الله خير. أخذ الزلط ولا أسيبها هنا الآن ولا إيش؟ شل زلطك يا ابني، ولو معاكم فاتورة في البيت اديتوها وإحنا من العيون ما حنشلش حق أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم.
الصبوح كده، الصبوح جاهز. الصبح عنده مالج نفس. قد انت ساير سايري معي مشوار. وللما قد انت متحمل السلاح هكذا. خليل ماشي معاه، شكلك ناوي نية شوعة. عاد انت رجعت لنا من لقف الموت. هو حين عادنا راجعين من لقف الموت ضروري اسير اقتل الذي كان يشتي يقتلني. خليل اي خرج الله من عرضه، اجلس. اخري يا نوريا من طريقي وخليني اسير بعد عمل. قسما بالله ما تخرج. اخري يا نوريا. ايوه خليل يا جميلة يا جميلة يا جميلة، يقول الحقوني يا ناس. يا جميلة يا جميلة، معلش يا جميلة معلش. خليل مالك خليل، مالك خليل، مالك خليل. شلت الخليل ما قد بعين، شل السلاح وخرج. اكيد حيكون صار له عند غريب. لا اكيد حيتقاتلوا. لا يا خليل يا رب سترك. خليل يا رب استر يا الله، يا رب سترك. خليل هدأ. قوم على ركبتك. هدأ. حاضر صلي على النبي. حاضر اهدأ يا خليل، ما تشتي مني وما جابك لا انا. شوف انا جيت لك في النهار وقدام الناس كلهم، مش زي ما انت تتخبى وتتهرب في الليل يا جبان. طيب ما تشتي قول لي. اشتري المسروقات الذي عندك تطلعهن سكتة في سكتة. اي مسروقات؟ ما بش عندي مسروقات انا. ما بش عندك؟ المسروقات الذي شليتها من دكان جميلة. ما سرقت حاجة ولا عندي شيء، مالك انت مجنون انت. شوف الكلام هذا ضحك بقى على الناس كلهم، ما انا داري بك اعرفك. شوف السرقة هذا والمسروقات كلها الذي حصلن في القرية كلهن عندك، تطلعهن احسن ما افرغ المسدس هذا في لافة. خليل اهدأ. شوف هذا المرة هديتها في السقف، المرة الثانية عاد تطرح المسدس وأطلع في دماغك. خليل اهدأ. طلع المسروقات. وينهم أصحابك؟ وينهم العصابة حقك؟ أصحابي ما مش معي أصحاب ولا معي أحد، أنا وحدي. أنا اهدأ، أنا أقول لك والله ما عندي ولا حاجة. في حكاية مثلها مليون قصة، كل واحد مننا مكتوب نصه. يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة، وكلنا عايش سنينه يا جميلة. في حكاية مثلها مليون قصة، كل واحد مننا مكتوب نصه. يوم نفرح ويوم نبكي ويوم غصة، كلنا عايش سنينه يا جميلة. عاشق مغلوب مأساة وطن،
هذا نعشقه من غير ثمن، الوطن ما في بديله يا جميله. عاشقش مغلوب مأساته وطن، ضيع أحلامه وخيب كل ظن. رغم هذا نعشقه من غير ثمن، الوطن ما في بديله يا جميله. يا جمال الكون في نظرة حبيبي، يا حنينه يا دموعي من يجيبي، من يطفي نار شعلها ضنينه. يا عيونش يا جميله، يا جمال